السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن قرعة كأس العالم اللي هي لسه خلصانة من شوية. هنتكلم عن المجموعات، خصوصا هنتكلم عن مجموعة مصر، وهنتكلم برضو على مجموعة الأرجنتين يعني وكده، عشان أنا بحب ميسي يعني وكده، فإيه منتخبنا الوطني. مجموعة الأرجنتين يعتبر برضو يعني مش المجموعة اللي الناس كلها شايفاها اللي هي يعني سهلة، بس لا، أنت عندك الجزائر منتخب تقيل، وفي لعيبة كتير محترفين بره، وفي لعيبة تقيلة. فممكن منتخب الجزائر يعني يصعب الدنيا مع الأرجنتين. وبرضه منتخب الأردن عندهم ميزان النعيمات، وعندهم لعيبة كتير يعني الكواليتي بتاعهم كويسة يعني. نيجي بقى لقرعة منتخب مصر، عندنا نيوزيلندا وفي إيران وفي نيوزيلندا وإيران ومعانا بلجيكا. أنا مش متخيل يا جدعان دوكو بيلعب على محمد هاني، الجبهة دي هتبقى عاملة ازاي يعني حرفيا. يعني ربنا يستر علينا يعني. انت بتتكلم على واحد من امهر اللعيبه في العالم، ولاعيب يعني بيعدي بالثلاثه وبالاربعه. فانت محتاج حرفيا ترص الفرقه كلها دفاع عشان تتعامل مع اللعيب ده. بتتكلم برضو يعني مصر المجموعه بتاعتنا يعتبر، انا شايفها يعني مجموعه يعتبر كويسه، انت ممكن تصعد وتتاهل. بس بقى ده لو انت مدرب عنده فكره وعنده تكتيك، انما انت لو بالشكل بقى وباللعيبه اللي انت بتضمها دي، انت مش هتعمل حاجه في كاس العالم عامه. انت محتاج عناصر شباب، مثلا زي عندك حمزه عبد الكريم، محمد عبد الله ممكن ينضم، بلال عطيه. تضم لعيبه شباب، يبقى فيه دم في الفريق، وتضم اللعيبه اللي عندها استحقاقيه، يعني مثلا امام عاشور، محمد عبد المنعم. تضم علي فوزي اللي هو باك يمين بتاع مودرن، لعيب كويس جدا وبيعمل عرضيات كويسه. يعني انا شايف يعني لازم المنتخب يعني يبقى فيه عناصر اكتر من كده واحسن من كده، وتديك يعني اداء وشكل مع المنتخب. السلام عليكم.